فحينما ذهبت قريش لأبي بكر الصديق تخبره بما قال النبي بخصوص حادثة الإسراء والمعراج، فقال لهم حينذاك الصديق: أو قد قال؟ يعني هل الرسول من قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال ذلك فهو صادق. علاش اختارنا أبو بكر بالضبط في هذا الفيديو؟ صراحة لعدة أسباب، من بينها أنه هو الشخص الأول اللي آمن بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أي أنه أول من أسلم، وأول الخلفاء الراشدين، وأول من جمع القرآن وسماه مصحفا، ولأنه كان الأفصح والمميز بين الصحابة رضوان الله عليهم، وله الفضل بعد الله عز وجل في إسلام الكثير من الصحابة، ومن بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وللتعريف بجزء من شخصيته الفريدة لا بد من سرد بعض الغزوات اللي شارك فيها، مع العلم أنه شارك في جميع الغزوات حينئذ. وغادي نبداو بغزوة خيبر، الغزوة اللي كان هو أول قائد أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمين انتصروا في هذه المعركة، وبذلك كانت نهاية سيطرة اليهود في الجزيرة العربية، كما كانت تمهيدا لفتح مكة. ونحن نعلم دور مكة في الجزيرة العربية آنذاك. وللإشارة طلب اليهود الصفح، وتركهم النبي عليه الصلاة والسلام يزرعون الأرض، وقسم لهم جزءا من ريعها. وقد قتل من اليهود في هذه الغزوة 93 رجل، واستشهد من المسلمين نحو 15 رجل. وكانت هذه المعركة اختبار حقيقي لصبر وقوة وثبات كلا الطرفين. حقا لا أريد أن أطيل في سرد بعض قصص الغزوات، أكثر ما أريد تبيان العلاقة والصداقة القوية اللي كانت ما بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين أبو بكر رضي الله عنه. تلك الصداقة التي تقوت من المحن والأزمات والحروب، ولم يحدث العكس. لماذا أود قص قصة الصداقة هذه؟ لأن تلك الصداقة كانت من أسباب الثبات والشعور بالسكينة، الشعور الذي كان يسود بين المسلمين وبقوة. وأبرز أوجه هذه الصداقة نجدها في مواقف أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث في الهجرة هو الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصاحبه، ولما وافق النبي عليه الصلاة والسلام بكى أبا بكر الصديق من شدة فرحه بذلك. وحينها قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. كما كان موقف تصديق الصديق للرسول في حادثة الإسراء والمعراج من بين المواقف التي جعلت من أبي بكر يحظى باحترام النبي له عليه الصلاة والسلام، فهو أول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام بصدق ما قاله. فحينما ذهبت قريش لأبي بكر الصديق تخبره بما قال النبي بخصوص حادثة الإسراء والمعراج، فقال لهم حينذاك الصديق: أو قد قال؟ يعني هل الرسول من قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال ذلك فهو صادق. لاحظوا معي ثقته وحبه للرسول عليه الصلاة والسلام. وآنذاك أخبره النبي: يا أبا بكر أنت الصديق. ولوفاة الصديق بالغ الأثر في النفوس. وأثناء مرضه سأل يوما عائشة رضي الله عنها عن يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرته أنه مات يوم الاثنين فرغب لو تقبض روحه في يوم الاثنين. وهنا كنشوفوا قوة الصداقة بيناتهم. ولما ذاع خبر مرض الصديق سألوه الناس أن يحضروا له طبيبا، فقال: قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد. فعلموا حينها بشكل يقيني أنه مودعهم. وكانت وصيته أثناء مرضه وقت وفاته أن تغسله زوجه أسماء، وأن يدفن جوار النبي، وذلك ما كان. فقد ذهبوا به حيث قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عبد الرحمن ابنه مع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم، وجعلوا رأسه عند كتف النبي، وألصقوا لحده بحده، وجعلوا قبره مثل قبره مسطحا. وكانت آخر كلمات أبو بكر قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كما أوصى كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وقت احتضاره أن ترد ما عنده لبيت مال المسلمين. وكانت المدة اللي ولا فيها أمر المسلمين 2 و3 أشهر و10 ليالي. وتوفي وعمره 63 سنة بعد مغرب يوم الاثنين 22 من جمادى الثانية سنة 13 للهجرة.
تعلمنا هذه القصة معنى الصداقة والوفاء والإيمان بالحق مهما كان أتباعه قلة. فأبي بكر لما آمن بالرسول رسول الله آمن به لصدق ما يقول وليس لعدد من صدقوا لما يقول، فالحق ليس بالعدد بل بما يحمل من منطق وحقائق. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم ما نوصيكمش ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تدخلوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.